دكتور عبد الحميد، نعود الآن لما وصف باللقاء أو الحوار مع قناة الجزيرة، مدته حوالي 26 دقيقة. ما رأيك؟ هل سجلت بعض الملاحظات من حيث الشكل قبل أن نأتي إلى المضمون؟ هذا اللقاء هو الثاني في نوعه في ظرف زمني قصير، لكن هناك من وضع تساؤلات عدة حول الجزيرة، حول الأسئلة التي طرحت وما إلى ذلك. هل لديك بعض الملاحظات حول اللقاء قبل أن نأتي إلى المضمون من حيث الشكل أولا؟ شوفوا أستاذ عثمان، نعم. لا تتذكر نفس الشخص قال له لا يردها. أيوة. يقلع. أيوة. قال له لا يردها، لكن إرادة آل الثاني رجعت أمامه. شوف المفارقة يعني. شوف هذا الراجل أولا عندما تسمع الخطاب تاعو، شوف عندما في الطب معروف أنه عندما واحد يكذب كذبة أو اثنين يقولوا هذا كذاب، لكن عندما يكذب بالقناطير يعني يكذب بصفة دائمة هو يقولوا عليه أنه هذا مصاب بهوس أسطوري. هذا مرض تاع الشخصيات، ما يعني سنتروب لا بيرسوناليتي كما يقولوا، مرض تاع الشخصيه. كمرض مثلا عندما يكون الانسان يقتل يصبح قاتل، لكن عندما يقتل كثير من الناس يصبح ظاهره نفسيه وظاهره مرض. هو هذا الشخص نفس الشيء. معروف انه ليميتومان بالفرنسويه واللي يتسمى الهوس الاسطوري. أيوة. هو عنده هذا المرض. مرض يعني نفسي هذا دكتور؟ هذا مرض نفسي؟ مرض نفسي معروف. ذكره أحد الأطباء الفرنسيين، ويعني حتى أعطى الكل عدة يعني كيف يظهر المرض وكيفاش يتعالج وكذا. هو هذا مرض نفسي، لكن صعب. لأنه علاه صعب تشخيصه، لأنه هو يمشي مع الأشخاص اللي هم عاديين، لكن كي تعود في قضية الكذب يكذب. كي مرض مثلا كليبتومان اللي معروف يسرق، تصيب ناس ما همش في الحاجة للسرقة، بل بعض الأحيان تصيبهم أثرياء، لكن هو يسرق. يعني عنده فيه نازعة في قبيلية. إيه يعني مش غير قبيلية، يعني هناك شيء اللي يدفعه باش يعمل هذاك الشيء. بالتالي هذا مرض يتعالج، لكن إذا الإنسان اعترف بوجوده. إذا لم يعترف بوجوده هو يبقى متواصل، وبالتالي تصعب يعني باش تعالجه. يعني بالله عليك كيفاش واحد كيما رئيس تبون يقول أمنيستي دخلتها غير تشوف فينا حنايا وما تشوفش الإسرائيليين ومستشاريه، وهو ما يقراش كامل التقارير تاع أمنيستي على فلسطين وموجودة. يعني أي إنسان يمشي الآن يروح يشوف تقارير أمنيستي على فلسطين، تشوف كيفاش أمنيستي يعني تصور وتتكلم على بل وصفت النظام الإسرائيلي بالنظام الأبارتايد. صح، جنوب أفريقيا. نعم. أيوة. يعني تجي تكذب على الناس تقول هذه، يعني أنت مريض. أنا في صراحة ما نعتبروش كذاب، كنت ما قبل نعتبره ربما كذاب، لكن الآن نعتبره أنه الله غالب مرفوع عليه القلم، رغم أنه كان شكر لامنيستي، قال أنه أنا نعترف بها ومنظمة عندها شرعية مصداقية ودافعت على الجزائر ودافع على المظلومين. إذا به هذا المرة يقولوا لماذا حارسين غير الجزائر؟ هذه هي الحكاية. أنت تشوف يعني اليوم يجيك بنغمة وغدوة يجيك بنغمة واحدة أخرى. يعني ما كانش، يعني هذه هي حكاية هذا المرض. لأنه ما كانش، يعني لو كان مبني على استراتيجية إعلامية ولا ما تكونش عنده هذه الظاهرة. يعني هو يبقى يتماسك مثلا النازية ضد اليهود، كانوا نفس الخطاب، وبالتالي يعني هذاك الخطاب يبقى مستمر. احنا عندنا لا، وهو يناقض نفسه. مثلا كان يمدحها، ما عطالاش الاعتماد مدة سنوات وسنوات، هي ما عندهاش الاعتماد أمنيستي في الجزائر.
سامحي لا برك هكذا. اذا المشكل هذا مشكل يعني لا درك لو انت درك احنا الى نتعاملوا معاه كمريض، انا نسمع خطابه لكن نقول هذا ماهوش انسان عادي، بالتالي واش يقول هو يقول لك ماذا عن الذين يدافعون عنه دكتور؟ يقول لك هذا ضحيه لمستشاريه، المستشارين تاعو هم اللي يعطوا له معلومات خاطئه، لا يزودونه بالاراء السديده، يمسحوا السكين مثل ما نقول في المستشارين وليس فيه. شوف يا أستاذ، عندما شكون اللي يخير المستشارين؟ الرئيس ولا المستشارين هم اللي يخيروا الرئيس؟